في ناس دماغها ما بتسكتش، طول الوقت تفكير، تحليل، خيال بيشتغل بسرعة الضوء. كل كلمة، كل موقف، كل فكرة بيقلبها في عقله 1000 مرة قبل ما ياخد خطوة واحدة. بس الغريب إن أغلب الناس دي عمرها ما وصلت. عباقرة في الفكر، فقراء في الفعل. دماغه جواها حرب بس رجله مش بتتحرك. وده اللي خلاني أقول لك النهاردة في عقل بيفكر أكتر ما بيعيش. عقل عبقري لكنه مبرمج غلط، مبرمج على التفكير مش التنفيذ. وده أخطر نوع من أنواع العقول، لأنه بيعيش دايما في حالة تأهب لكل الاحتمالات اللي ممكن تحصل له في حياته، ويموت في صمت وهو بيقول كنت ناوي. ابن القيم قال مرة: العلم بلا عمل كالشجرة بلا ثمر. وده بالظبط اللي بيحصل. تفكيرك مهما كان عظيم، لو ما طلعش منه فعل هيفضل مجرد فكرة متعلقة في الهوا. وده اللي بيفرق بين اللي بيفكر بس وبين اللي بينفذ أفكاره. النوع الأول بنقول عليه العقل المفكر الكسول، عنده خيال واسع ودماغه أنضج من محيطه، لكن عنده عيب قاتل: بيستمتع بالتخيل عن التنفيذ. ودي مش صدفة، دي برمجة. المخ البشري بيكافئك بالدوبامين لمجرد انك تتخيل، بيعتبر انك انجزت حاجة، وبتحس انك معجب بافكارك وقدراتك والحلول اللي وصلت لها. يعني لما تقعد تفكر في مشروع او تتخيل نفسك ناجح، مخك بيفرز نفس الاحساس اللي بيجيلك بعد الانجاز الحقيقي، كأنك فتحت المشروع فعلا. فليه اتعب نفسي بالواقع ما دام المخ بيديك المكافأة من غير تعب؟ انا اعيش على الحالة ديت وخلاص. وهنا تحصل الكارثة، يتحول التفكير لهروب، ويتحول الذكاء لفخ. ارسطو قال جملة عبقرية: الذكاء من غير إرادة مجرد أداة للدمار الذاتي. وفعلا الذكاء اللي ما بيتحركش بيبدأ ياكل صاحبه من جوه. تلاقيه قاعد بالساعات بيخطط لمستقبله، بيرسم خرائط، يحلل احتمالات، ويقول لك أنا مش مستعجل، أنا بحضر نفسي. وبعد كام سنة تلاقي كل اللي خطط له واحد تاني نفذه. لأن التحضير الأبدي نوع من الكسل المتنكر. ودي كلمة صعبة بس حقيقية. الكسل عند الغبي واضح، إنما الكسل عند الذكي بيتحجب بالمنطق. يقولك مش جاهز، مش دلوقتي، لما رتب نفسي، لسه الفكرة مش كاملة، لسه ما خلصتش الفكرة كاملة. مع إن الحقيقة إن الفكرة عمرها ما بتكمل غير لما بنبدأ. سقراط قال: اعرف نفسك بنفسك، فكل شر يبدأ من الجهل بالنفس. واللي بيمنع الناس ديت من الحركة مش ضعف، لا ده جهل بالنفس فعلا. هو فاهم كل حاجة عن العالم بس مش فاهم ازاي يتعامل مع نفسه. هو بيحلل بس ما بيحسش، دايما جوه دماغه، بعيد عن ايديه وبعيد عن رجله وبعيد عن الواقع كمان. عايش جوه مسرح خيالي، هو المخرج والبطل في نفس الوقت. بس أول ما تتفتح الستار الجمهور ما بيشوفش حاجة. الغزالي كان بيقول: ليس العاقل من عرف الخير من الشر، ولكن العاقل من عرف خير الشرين. وده معناه ببساطة إن العاقل الحقيقي هو اللي بيختار الفعل رغم خوفه، مش اللي بيفضل مستني الكمال، لأن الكمال وهم، والوهم ده هو اللي بيخلي العقول العبقرية تموت في صمت. تفضل تقول لما أجهز، وعمرك ما هتجهز، لأن الجاهزية مش نقطة بتوصل لها. الجاهزية ديت حالة بتصنعها بالفعل. أنا شفت ناس أذكى من كل اللي حواليهم، بس المشكلة إن هم عايشين في دايرة أنا فاهم أكتر منكم. وده الشعور اللي بيقتل أي دافع للحركة. لأن لما تحس
إنك أذكى من اللي حواليك، بتبدأ تبرر لنفسك الجمود، تقول هما مش هيفهموا، أنا مش لاقي البيئة المناسبة، مش وقتها. وتفاجأ بعد سنين إن العالم مشي وإنت لسه بتفكر تمشي أو تتحرك. ابن سينا قال: الجهل بالعمل جهل بالغاية، لأن اللي ما بيتحركش في الحقيقة مش فاهم هو عايز إيه. ممكن يعتقد إنه عايز النجاح، بس هو فعلا بيدور على الأمان. والمفكر الكسول دايما بيخاف وبيفقد السيطرة، لأن الفعل معناه مواجهة، أنا بتحرك فعلا، معناها احتمالات. والمخ المدمن على التحليل بيكره المجهول، فبيفضل يتأمل ويتخيل ويتحجج بالعقل لحد ما العمر يمشي منه بالعقل. كل فكرة في دماغك محتاجة خطوة في رجلك، ولو مفيش خطوة الفكرة هتموت. الفكرة اللي بتفضل من غير فعل بتتحلل في الذاكرة، وده اللي بيخلي ناس كتير تبص لورا وتقول أنا كنت ناوي أعمل كذا، أو يا ريتني كنت عملت كذا، بس النية لو ما اتحركتش بتتحول لندم. خلينا نسمي ده مرض العقل المتأمل. عقل ما بيعرفش يعيش اللحظة، دايما بيحسبها، دايما بيحاول يتأكد ويفهم كل حاجة قبل ما يبدأ، مع إنك مش محتاج تفهم الطريق كله، محتاج بس تشوف أول خطوة، والباقي هيبان وانت بتتحرك. وده اللي كان بيقصده ابن القيم لما قال: من صار على الضرب وصل، ومن وقف في الفكر ضل. الفعل مش ضد التفكير، الفعل هو التفكير بعد النضج. لما المخ يوصل لقناعة لازم تتحرك، لأن لو ما عملتش كده هتفضل تعيد نفس الأفكار كل يوم زي دايرة مغلقة. التفكير الزايد بيخلي الحياة تتسرب من بين إيديك ببطء لحد ما تكتشف إنك عشت سنين في دماغك مش على الأرض. ما هو كلنا بنفكر، بس مش كلنا بنتصرف. التفكير مش موهبة، التفكير مسؤولية، واللي ما بيحولش فكرة لفعل بيتحول هو نفسه الفكرة ناقصة في عقول الناس. يفكر وما يسيبش أثر، يحلل وما بيغيرش حاجة، كأن ربنا وهبه النور لكن هو حابب واختار إنه يعيش في الضلمة. طيب تحرر عقلك من لعنة التفكير ديت إزاي؟ هنشوف رأي نيتشه والغزالي وابن القيم، وحلول عملية عميقة بتربط العلم بالدين والعقل بالفعل. الناس ديت لو لقت اللي ينفذ معاهم الدنيا هتتغير. هم العقل بس محتاجين العضلات، هم الفكرة بس محتاجين الإيد اللي تحفزها في الواقع، لأن التنفيذ بالنسبة لهم عبء مش موهبة. بس خلي بالك، مش دايما لازم تلاقي حد ينفذ لك، أحيانا بتحتاج إنك تعلم نفسك تتحرك حتى لو التفكير سبقك. زي ما قال سقراط كمان: ابدأ، فالبدء نصف الفعل. ابدأ حتى لو مش جاهز، لأن الجاهزية مش حالة، الجاهزية ده قرار. لو انت من النوع ده العلاج بسيط للغاية بس صعب شوية. اقطع التفكير قبل ما يتحول لدايرة، يعني ما تسيبش في الحاجة وتسوف فيها. لما تلاقي نفسك بتفكر في نفس الفكرة زيادة عن اللزوم، ده معناه انك محتاج تتحرك مش محتاج تفكر. اكتب أفكارك في ورقة، اختار فكرة واحدة وابدأ فيها بخطوة حتى لو كانت بسيطة. أي خطوة، مش لازم تكون مثالية، المثالية مرض التفكير. الغزالي قال: من انتظر الكمال في العمل فاته العمل. انت مش ناقصك عقل، انت ناقصك حركة. وده الفرق بين العبقري اللي بينكتب عنه والعبقري اللي محدش سمع عنه أصلا. في ناس حلمها مات من كتر التفكير فيه، كل ما يقرب منه يخاف يلمسه، كأن الحلم لوحة جميلة بس خايف يبوظها لو لمسها. بس الحياة مش متحف، الحياة دي عاملة كده زي الورشة. ابن القيم قال:
النية الصالحة من غير عمل كالسحاب من غير مطر، والنية ديت بتجف مع الوقت. ابدأ اتعلم الحركة الصغيرة، مش لازم تعمل مشروعك كله، اعمل صفحة واحدة بس منه. مش لازم تكتب كتاب، اكتب فقرة. مش لازم تبدأ من فوق، ابدأ من أول درجة. كل فعل صغير هو إعادة برمجة لعقلك. ما توقفش كل حاجة على أساس إن أنت تحطها في هيئة الكمال. كل خطوة بتعلمه إن التفكير مكانه بعد التنفيذ مش قبله. وصدقني لما تبدأ هتكتشف إن 90% من الحواجز كانت مجرد خيال بس في عقلك. الفعل من غير فكر فوضى، لكن الفكر من غير فعل موت ببطء. في النهاية المعادلة البسيطة ديت هي مفتاح كل نجاح. فكر بسرعة ونفذ ببطء، يعني حط القرار بسرعة ونفذ بخطوات واعية، بس ما تقفش عند التفكير. ابن سينا قال العمل هو الامتحان الحقيقي للفكر، والغزالي ختمها بكلمة تلخص كل ده: إنما الطريق أن تسير لا أن تتأمل الطريق. الناس اللي بتفكر كتير اتولدت بعقل عظيم، بس لو العقل ده ما اتحركش هيفضل مجرد صوت جوه الراس، مش هيسيب أي أثر في الحياة. لأن ربنا ما خلقكش تفكر بس، ده خلقك تبني وتغير وتتحرك. الحلقة ديت احنا عملناها للناس اللي عقولها بتفكر بس عمرها ما اتحركت. ولو حسيت انك منهم يبقى الحلقة ديت كانت مكتوبة ليك. قوم وحط أول خطوة، وساعتها بس هتعرف إن التفكير الحقيقي بيبدأ بعد الحركة مش قبلها. بالظبط تقدر تقول كده، زي الدراسة حاجة والحياة العملية في الواقع حاجة تانية. كان معاكم عبد السلام محمد من قناة شوية عقل، وسلام مؤقت للحلقة الجاية.